السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة حنان من قناة حنان السويدي، جاية لكم بوصفة حلوة جديدة سهلة وسريعة بأبسط المكونات. مكوناتها سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وغالبا هتلاقوها موجودة في كل بيت. اللي كل عشاق ومحبين كيكة قدرة قادر لو بيستصعبوها وبيشوفوها صعبة وجربتوها كذا مرة ومش عارفين تظبطوها، فدي طريقة سهلة جدا جدا، ما فيهاش بقى الحتة الريسكي انك تحطي الكريم كراميل والكيك وتقلبيها وتستنيها ساعات طويلة عقبال ما تبرد. دي وصفة سهلة جدا، وزي ما انتوا شايفين شكلها تحفة جدا جدا جدا، وكمان مكوناتها سهلة وبسيطة قوي. لو عايزين تعرفوا الطريقة تابعوا معايا الفيديو للآخر، يا رب يعجبكم. اول مكون عندي هو اي نوع كيك بالشوكليت. انا حتى ما كانش عندي كيك بالشوكليت، فهو كيك ميكس شوكليت وفانيليا. لو انتوا عندكم كيك عاملينه كيك ساده عادي خالص، انا كنت جايباه جاهز. وبنبدا نقطعه لشرايح كده تكون سمكها متوسط، مش تخينه ومش رفيعه قوي. بعد كده بنجيب البايركس بتاعنا ونبدا نرص الكيك بشكل عشوائي كده. المهم يبقى يعني الحته من تحت كلها متغطيه بتاعه الصينيه او البايركس بتاعنا. وبعد كده هنسيبها على جنب ونبدأ نعمل طبقة الكراميل بتاعتنا. أول حاجة عندنا لتر من اللبن. بعد كده هبدأ أحط لها كريم كراميل، أنا استخدمت نوع دريم. كل ده طبعا على البارد، ولازم يبقى اللبن بارد عشان نعرف نقلب فيه المكونات بتاعتنا وتدوب كويس جدا وما تكلكعش. طبعا أنا عايزة الطبقة تبقى تقيلة شوية، فأنا حطيت عليها كمان ظرف من النشا، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا. بعدين هرفعهم على النار لحد ما سمكهم يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونبدأ نحطه في القالب فوق الكيك واحدة واحدة كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. بعد كده هبدأ ان انا احاول اساوي الوش بتاعها يكون متساوي، وبعد كده هسيبها شوية برا التلاجة. بعدين هدخلها التلاجة حوالي 3 ل 4 ساعات. بعدين هطلعها واحط عليها بقى الصوص الكراميل اللي بيبقى جاي مع علبة الكريم كراميل دريم. هبدأ احط الظرفين لان انا كنت مستخدمة 2 من علب الكريم كراميل، وده طبعا بيبقى شكلها في الاخر زي ما انتوا شايفين تحفة جدا، غرقانة في صوص الكراميل وطبقات كده جميلة جدا ولذيذة. وده شكلها بعد التقطيع. طبعا هي حلوة وسهلة جدا ولذيذة واسهل بكتير قوي من قدرة قادر بالطريقة العادية المتعارف عليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.